السلام عليكم، ازيكم؟ اهلا بيكم في قناه مجله رقيقه. ان شاء الله النهارده هنعمل اكله بسيطه خالص اللي هي المكرونه. هعملها لكم بالفلفل والخضار، هتبقى جميله جدا. المقادير هنا عندنا ما هناخد معلقه من الثوم، ده ثوم انا مفرزاه. ان شاء الله بحط لكم طريقته، يعني نعملها فيديو باذن الله مع بعض. دول طماطميتين مقطعين صغير. ده كيلو مكرونه الملكه احنا سلقناه. المكرونه بتتسلق في معلقه من الزيت، وبتتسلق في ملح وزيت وميه بس. لما الميه بتغلي بتحطي المكرونه، بعد كده بتطلعيها بتلاقيها استوت معاكي خلاص، بيبقى هي كده تمام. دي تتسلق 3/4 سلقه، مش سلقه كامله، لانها لسه هتتحط على النار تاني، فلما بتتسلق سلقه كامله بتتهري منك، ما بتبقاش حلو. هنا عندنا ده فلفل مقطع، لو انتوا عايزين تضيفوا مشروم ماشي، عايزين تضيفوا جبن ماشي براحتكم. هنا دول معلقتين من الصلصه. التوابل بتاعتنا ملح وشطه وكمون وفلفل. تعالوا بقى نشوف هنعملها ازاي مع بعض، فتابعوا معايا. دلوقتي احنا كده عند النار حطينا مكعب من الزبده ومعاهم معلقه من الزيت. هننزل بقى دلوقتي عليهم بالثوم، معلقه كبيره من الثوم. في ناس بتحبها بالبصل برضو مفيش مشكله، هتحطوا في الخطوه دي بصل بدل الثوم، بس احنا بنحبها بالثوم، هنعملها لكم النهارده بالثوم. بعد كده بقى الثوم يا دوب تلون كده معانا، ننزل عليها بقى بالفلفل والطماطم والصلصه. الثومه بقى تلون كده ان شاء الله، وارجع لكم تاني. دلوقتي ادي الثومه اهي، هننزل على طول عليها بالفلفل. حابين تضيفوا مشروم ضيفوا برده، بيبقى طعمها جميل. شويه لحمه مفرومه ممكن برده، بيبقى طعمها جميل جدا. هننزل بقى دلوقتي معاهم بالطماطم، وبعد كده هنحط الصلصه والمكرونه. طريقه سهله جدا وبسيطه، ما فيهاش اي حاجه خالص. ممكن تعملوا جنبها بطاطس محمره، بتبقى لذيذه جدا. ادي كده ده الطماطم. بعد كده بقى هنضيف الملح والفلفل والتوابل، هنديها بقى تقلبتين كده، وبعدين بقى ننزل عليها بالصلصه زي ما انتم شايفين كده. طبعا الفلفل عايزين تحطوه عايزين تشيلوه براحتكم، مفيش مشكله خالص. يعني المقادير كلها في ايدينا، ما عندناش اي مشكله. هننزل بقى دلوقتي عليهم بالطماطم، بعصير الطماطم اللي هو قصدي الصلصه يعني، زي ما انتم شايفين كده. الصلصه هتحطوا عليها ربع كوبايه ميه عشان تطلع حمرا معاكم جميل، او زي ما انتم شايفين كده الصلصه وربع كوبايه الميه. خلاص كده. اول بقى ما نديها تقلبتين كده، هنحط عليها بقى المكرونه. هرجع لكم تاني. كانت الصلصه هي كده خلاص اتسبكت معانا مع الفلفل والحاجه كلها. ننزل بقى دلوقتي عليها بالمكرونه زي ما انتم شايفين كده. نقول بسم الله الرحمن الرحيم اهو كده. هنديها بقى تقلبتين وخلاص، هي كده جهزت معانا تمام قوي. نديها بقى تقلبتين في المكونات دي كلها، ونقدمها ان شاء الله مع بعض. فتعالوا بقى نشوف شكلها في التقديم هيبقى عامل ازاي. هي بنات المكرونه بتاعتنا شكلها جميل جدا وطعمها تحفه، والثوم مديها ريحه حلوه جدا. زي ما قلت لكم لو مش عايزينها بالثوم ممكن بالبصل، مفيش اي مشكله خالص. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله جربوها بالطريقه دي وتعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب لقناه مجله رقيقه، وسبسكرايب لقناتي هسيبها لكم في الديسكريبشن بوكس. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو تاني قريب، ومع السلامه.